احلى شباب. كتيبة 92 في الجيش ولا ايه؟ النهارده الجولة الخامسة والنهائية من مدينة ليون الفرنسية. أحب أقول لكم المدينة نظيفة جدا ومنظمة جدا وجميلة جدا وعوامل الأمان فيها قوية جدا، وبصراحة الفرنسيين هناك محترمين جدا، وأكتر جالية عربية موجودة هناك الجزائرية، واللبنانيين هناك كتير جدا، وفي هناك مطاعم عرب كتيرة جدا، وأغلب سواقين الباص هناك بصراحة عرب. وده المطعم المصري الوحيد بمدينة ليون الفرنسية. طبعا المشكلة الوحيدة اللي قابلتني في مدينة ليون الفرنسية هي حاجة واحدة بس، أي مكان بتحتاج تطلع له تطلع سلالم كتير جدا، يعني في أماكن عالية قوي وأماكن تانية في الواطي قوي، فإما طول الوقت يا طالع يا نازل. ودي الحاجة الوحيدة اللي صعبة اللي قابلتها في مدينة ليون الفرنسية. وبالنسبة لثقافة المدينة والناس هناك، فالناس هناك محترمة جدا، المدينة نظيفة جدا، متطورة جدا، منظمة جدا. الفرنسيين هناك بصراحة لطاف قوي، العرب هناك لطاف قوي، بصراحة كل الناس هناك منظمة، لكن غالية عن أي مدينة رحتها قبل كده. مدينة ليون الفرنسية أنا بالنسبة لي شايفها غالية عن أي مدينة رحتها قبل كده بالنسبة للمعيشة. وبالنسبة للشغل اللي تقدر تشتغل هناك في حالة لو عندك حد تعرفه هناك يساعدك بالنسبة للشغل. طبعا ده أكبر مول موجود هناك قدام اللجار الرئيسي بتاع المدينة. وبعد كده راح اتصور هناك قدام أكبر فندق موجود في مدينة ليون الفرنسية. وبعد كده كلمني أحد الأشخاص المشهورين جدا على السوشيال ميديا، موحى طبعا، وقررت إن أنا أروح أزور موحى بتاع الموكيت. يلا بينا نروح لموحى. كل دول اخواتنا وحبايبنا واصحابنا. رجالة. احلى شباب. كتيبة 92 في الجيش ولا ايه؟ طبعا يا جماعه والله ما شبعتش من القعده مع موحى والشباب المحترمين اللي معاه. وموحى شخص محترم جدا ومن اهم الشخصيات المؤثره على السوشيال ميديا، ومن الاشخاص اللي انا بحبهم جدا في الله، وبصراحه شخص محترم جدا. ودي اول مره نتقابل. وتاني يوم طبعا رحت على ليون القديمه، احنا حاليا في ليون القديمه، وبصراحه هناك المناظر الطبيعيه تجنن والبيوت القديمه تجنن. وبصراحه مدينه ليون مدينه نظيفه جدا ومنظمه جدا. طبعا كان نفسي اكل جدا شاورما سوري، فبحثت على الGPS لقيت المطعم ده مطعم سوري من حلب، وده المطعم الوحيد اللي بيعمل شاورما سوري على السيخ. لو انت مهتم بالثقافه الفرنسيه تابعني دايما. حليم في اوروبا.